ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده مع بعض الميني مولتو بطريقه سهله وبسيطه خالص، من غير لبن ولا زبده ولا بيض، بطريقه اقتصاديه جدا. والشوكولاته فيه زي ما انت شايفه كده باظت خالص، والطريقه يعني سهله وبسيطه ان شاء الله عليكي، ومش بياخد وقت ولا تكلفه خالص، وهيطلع بالجمال اللي انت شايفاه ده. يلا بينا نشوف ايه هي المقادير اللي معانا. في الاول كده انا معايا 5 كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام. هحط عليه بقى معلقة واحدة بس سكر، علشان يبقى مظبوط 100%، وكمان ما يعملش عندنا دهون ولا يتخنى اكتر، يبقى معلقة واحدة بس سكر. وهحط كمان معلقتين خميرة فورية طبعا، ورشة ملح. وهجيب كمان ربع كوباية من الزيت. واخر حاجة بقى هضيفها عليه، هجيب معلقة بس كده من الخل، بس كده. ومعايا طبعا مية العجين زي ما انا قلت، انا عاملاه من غير لبن، يعني معنى كده من غير لبن ان انا هعجن بميه. الميه تكون دافيه، واحط شويه بشويه كده علشان خاطر ايه، الدنيا ما تبص معاكي زي ما احنا متعودين. الميه شويه بشويه كده لحد ما العجينه تتلم معاكي. حسيت ان العجينه سالت منك وباظت منك وفرشت وعايزه دقيق، حطيت الميه زياده، حطي دقيق. حسيت ان العجينه ناشفه وعايزه ميه، حط ميه. بس واحده واحده كده زي ما انا عملت، وعجيني كده كويس زي ما انا بعجن، علشان خاطر ان العجينه كلها تتلم بالشكل ده كده، والبوله اللي بتعجني فيها تنضف. بس كده انا بسيبها ترتاح نص ساعه. طبعا الجو حر فهي مش هتاخد خمر كتير معاكي. هي كده خمرت خلاص، ببتدي بقى ان انا اهبط العجينه، وهقسمها لكورتين، او قسميها ل3 كور. لو انت عندك الرخامة كبيرة قسميها لكورتين، عندك الرخامة صغيرة قسميها ل3 كور. المهم بقى براحتك، المهم ان احنا ايه، هنفرد العجينة دي كده على شكل دايرة. انا بس كده حطيت بس رشة من الدقيق فوقها وتحتها علشان خاطر اعرف ان انا افرد العجينة دي كده كويس. كده خلاص. حسيت ان الحروف مش مظبطة معاكي، اقطعي الاحرف بتاعتها دي علشان تعرفي تشتغلي كويس. وبعد كده بقى بقطعها كده بالطول والعرض، بعملها علامة زائد، وبعد كده باخدها مثلثات. انا عملت المثلثات دي صغيرة علشان يبقى ميني مولتو، عشان يبقى صغير. لو انت حباه كبير سيب المثلث كبير كده، ما تقطعهوش. بجيب بقى الحاجة اللي انت هتحشي بيها. انا هنا عندي النوتيلا. النوتيلا دي هما كانوا ولادي اكلوا منها، فانا قلت ايه بقى، استغل حتة صغيرة كده منها واعمل لهم ايه، ميني كروسون بقى، عشان هما اكلوا النوتيلا كلها. فانا هنا بحشي النوتيلا. ممكن انت مفيش نوتيلا تحشي شوكولاته اللي هي العاديه، اللي هي شوكولاته ساده دي خالص، تقطعيها لحتت صغيره كده خالص وتحشيها. هي اسمها الشوكولاته الخام، اسمها سما. لو انت يعني ما عندكيش نوتيلا، عندك نوتيلا خلاص. ببتدي بقى احط كده قطعه من النوتيلا اللي عندي في الطرف كده بالشكل ده كده، وافضل ابرم ابرم. تبرمي وتشد الطرف اللي هناك ده كده بالظبط كده، هيديكي شكل المولتو بتاع بره كمان، وهيبقى اطعم واحسن من بره كمان. وعارفه انت عامله ايه على ايديكي، وعارفه انت حاطه ايه، ولا حاجه فيها مواد حافظه زي بتاعه بره، ولا حاجه فيها عك، ولا الكلام ده كله. كلها حاجات نظيفه انت عاملاها على ايدك في البيت. طبعا بعمل وبرصه في الصاج اللي معايا، يعني مدهون رش خفيفه قوي قوي قوي، يعني حاجه بسيطه جدا من الزيت، بس عشان خاطر ما تلزقش معانا.
انا هنا برصه في الصاج اللي انت شفت معايا ده. بجيب بقى القطعه التانية المتبقيه عندي برضو، وبنفس الطريقه برضو بعمل زي ما انا عملت في الاولانيه. برشها كده دي وعملتها مثلثات بالشكل ده كده، وابتدي بقى ان انا ابرم المولتو بتاعي. افضل ابرم فيه كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. خلاص كده بقى انا خلصت الصاج ده بقى بجيب ايه بقى، بجيب كوبايه، نص كوبايه كده من الميه، وفيها معلقه قهوه، القهوه العاديه اللي بنشربها، مش قهوه سريعه الذوبان ولا حاجه، قهوه عاديه خالص من اللي احنا بنشربها. وببتدي ان انا بقى وش المعجنات بتاعتنا او المولتو ان انا ادهنها كده بالشكل ده كده، علشان بس وشها يبقى اللون يبقى موحد. ولو انت حابه ما تدهنيش وشها برضه ما فيش مشكله، عادي ما تدهنيش وشها. طبعا الفرن معانا سخن زي ما احنا متعودين، قبل ما نشتغل في اي حاجه الفرن بيكون معانا سخن. هو كده خلاص دخل الفرن، وده شكله بعد ما خرج من الفرن. الشوكولاته باظه منه خالص، وطعمه لذيذ جدا وسهل واقتصادي وما فيهوش نسبة دهون عالية ولا حاجة، بسيط جدا جدا ومورق من جوه بالشكل اللي انت شايفاه ده. يا ريت بقى لو الوصفة عجبتك وما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان كل حاجة بعملها توصلك. وجربي طريقة المولتو دي وقوليلي في التعليقات ايه رأيك فيها.